وعدنا لكم اعزائي المشاهدين في فيديو جديد. معاكم اخوكم محمود سولو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو جديد مع المكنه الجديده، بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يكفيني شرها، وانا وكل واحد شغال زي كده على طريق، ويرزقنا جميعا باذن الله. فيها علبه تو برازر، لون مسطره لايق مع ماشي مع لون المكنه الازرق. بس الحاجات دي كلها طبعا لازم تتشال عشان خاطر الجاكمان ده، يعني بصوا صوته عامل ازاي، حلو وبتاع عن بس ايه غلط على المكنه، فاهمني؟ والجادون ده حلو وكل حاجه، بس ايه بيوجع لي ظهري مع الوقت. فاحنا عارفين ان احنا مش بتوع منظره وعن وبتاع، احنا بتوع حاجات اكل عيش، فاهمني؟ فعايزين نظبطوها كده بحيث تبقى ايه المكنه بتاعت اكل عيش. بنملي دي ال ار سوبر سبورت 200 سوبر سبورت، مش سبورت عادي، عشان خاطر السوبر سبورت فيها باكم ورا وقدام زي ما انتوا شفتوا كده. ايه رايكم يا جدعان؟ ايه رايكم في المكنه الجديده؟ استنوا بس ايه ندفوا كده عشان الجاكمان ده صوته مزعج. طيب تعالوا نتمشوا شويه عشان عايز اتكلم معاكم في شويه حاجات، وفي عنوان الفيديو اللي هو ازاي انا لسه شاريها ما كملتش معايا شهر واتخنقت منها وقفلت منها لدرجه ان انا ايه عايز ابيعها. بس مش ملاحظين حاجه يا جدعان؟ الحته دي اللي انا صورت فيها العجله اول ما جبتها، وصورت فيها المكنه الحمراء اول ما بدات بيها، صورت فيها المكنه ديت. تقريبا المنطقه دي بعد كده هتبقى الرأي الرسمي للفلوجات او اي حاجه جديده اشتريها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين وان الى ربنا ايه منقلبون. بسم الله. يلا بينا بسم الله. انا مش عارف اصلا انتوا هتسمعوني صوت الجاكمان ده ولا لا، بس هو ايه ادينا بنجرب. لازم اشيل الجاكمان ده عشان خاطر انتوا كده مش هتسمعوا مني حاجه. المهم هنا بقى يا جدعان في فرق كبير طبعا بين المكنه دي والمكنه الحمراء، يعني على الاقل هنا العداد ايه شغال، فاهمني؟ روح 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 روح. المهم يا جدعان بقى اللي انا جاي اتكلم معاكم فيه النهارده، او الحاجه اللي كانت خلاني عايزه اتقفلت من المكنه، اللي هو ايه بقى، كذا حوار كده حصل معايا فيها خلوني اقفل الصراحه. من ضمن الحوارات دي ان انا اول مثلا ما اشتريت المكنه وكنت طالع مع اصحابي بقى وبتاع وعايزين ايه نشد وكدهوت، لقيت ان المكنه قطعت كهرباء وانا لسه جايبها، فاهم؟ تاني يوم على طول بعد ما خلصت فيها. فالمهم ايه يعني قطعت مني وانا رايح اغير زيت، فاهمني؟ بس المهم في واحد ربنا يبارك له اسمه محمد والي، الراجل ده معلمي اصلا، ظبط لي الدنيا وبتاع وخلاني ايه مبسوط تاني بعد ما كنت قفلت منها، فاهمني؟ روق عليا يعني. واي حد يا جدعان يعني عايز اي حاجه في الكهرباء في المكنه بتاعته، سواء كان مثلا سكوتر او مكنه ياباني، الراجل ده رقم واحد يعني. يروح له على طول يقول له انا جاي لك تبع محمود سولو، والراجل ده هيدلعك يعني ان شاء الله. فالمهم ظبطت الكهرباء وبتاع، جاي بعد كده تاني يوم غيرت زيت وطالع بيها، فماشي مع واحد صاحبي وبتاع وبنجروا. فالمهم زميلي ده راح قال لي ايه بسرعه بسرعه، لانه بس اطلع من الحته دي. المهم زميلي ده قال لي اقف بسرعه وبتاع، كنت انا بجري وباخد غرزه فوق قضيب بتاع ترماي، فقلت له ايه يا ابني في ايه؟ جاي واقف ببص، فاللي هو ايه يا جدعان انا كنت حاطط ازازه الزيت معلقه على المكنه اللي ورا، يا دوب ببص، فاهمني؟ لقيت لك ازازه الزيت مكبوبه والفرده اللي ورا غرقانه زيت. يعني انا كان ممكن وانا باخد الغرزه ديت كنت انام انا والمكنه على الاسفلت، فاهمني؟ بس الحمد لله ايه الولا خد باله
وقال لي يعني ربنا يبارك له، فاهمني، وربنا ستر. المهم ايه تاني، جيت بعد كده تمام. برضو الحاجات دي يعتبر كلها ايه خدت بالي منها في اول او تاني يوم وانا بشتري المكنه دي، برضو عشان برضو ايه تبقى فيديو توعوي لاي حد بيشتري مكنه ما يقعش في الحاجات اللي انا قاعد فيها ديت وانا بشتري، فاهمني. ان انا ما ركزتش قوي وانا بشتري، ركزت على الشكل اكتر. ركزت بقى كان في جاكمان وجادون وانجن جارد ومش عارف ايه، فالحاجات دي شدتني للمكنه، فاهمني. وده غلط. المفروض انت بتشتري، دي حاجه انا اتعلمتها برضو، ان انت تشتري مكنه ستوك ما تشتريش مكنه متعدله، ان المتعدل دوت بيبقى طالع عين امه. بس هو الواحد طول ما هو عايش بيتعلم يعني. فاهمني. المهم بعد كده تاني يوم ببص على الفرده اللي ورا، فاهم اخويا انت وهو، لقيت لك ببص كده اهوت على الفرده اللي ورا، الاقي لك الفرده اللي ورا واخده مسمار، معرفش بصراحه المسمار ده كان مني ولا من صاحب المكنه. الاقي لك الفرده اللي ورا ديت واخده مسمار، او ممكن تكون متطربه مش فاكر بصراحه، او مش عارف الحوار ده حصل ازاي. الاقي لك الفرده اللي ورا واخده مسمار قاطع الفرده نصين كلها. قاطع الفرده نصين والمهم ايه معرفش الحوار ده حصل ازاي. والمهم كله قال لي ان دي ضريبه الزيرو، يعني انت شاري حاجه او حاجه جديده، شاري حاجه جديده فايه اللي هي المكنه بالزيرو، فبيحصل كده فبتاخد العين يعني. فانا قلت الحمد لله. بعد كده اخيرا وليس اخيرا رحت واخد بعد كده دور كورونا، قعدني في البيت اسبوعين مش قادر اكل ولا اشرب ولا بموت بقى، فاهمني. خلاني بص قفلت من المكنه قفله، اللي هو انا ايه يا جدعان، انا جايب المكنه عشان اترازى واتعب ويحصل لي كل دوت، ولا في ايه يا جدعان، فاهم. يعني نمشوا يمين على الصلانسيه عشان خاطر انا الجاكمان ده هيخليني مش هيخليكم مش سامعين حاجه. المهم يا جدعان فايه فالواحد حصل له كذا حوار كده بعد ما اشترى المكنه، سواء بقى كان هيعمل حادثه، سواء كان يعني انا مش عايز اجري برضه بالقانون انت، سواء كان هيعمل حادثه، سواء تعب شويه، سواء المكنه ذات نفسها حصل شاف فيها عيوب بعد ما خدها. فاللي انا عايز اقوله في الفيديو دوت ان انت لما تلاقي حد مثلا شاري حاجه جديده او حاجه انت نفسك فيها او الحاجات دي كلها، بلاش تقول له. يعني انا سمعت حاجات بقى كلمات لما اشتريت المكنه دي اللي هو ايه ده انت اشتريت مكنه جديده، ايه ده ربنا غناك، ايه ده مش عارفه ايه. يعني شفت شويه حاجات خلوني قلت الواحد يا جدعان لو راكب مكنه ياباني كان حصل فيه ايه. شفت حاجات يعني اليومين اللي فاتوا دولت 2 صحابي عملوا حوادث يعني ورا بعض يوم والتاني، فاهم. فالحاجات دي بتخلي الواحد يقول يعني يا جدعان لو الواحد راكب مكنه ياباني مثلا 600 ولا 1000 ولا حاجه عليها القيمه في الشوارع الجميله بتاعتنا ديت، كان حصل له ايه بالعين اللي بياخدها ديت، فاهم. فعايزك تعود نفسك يا زماله او تعودي نفسك يا زماله ان انت لما تقابلي او تشوفي، او انت لما تقابل او تشوف حد معاه حاجه انت نفسك فيها وحاجه جميله قول ما شاء الله، فاهم. مش هتخسر حاجه لما تقول ما شاء الله. تتمنى لاخوك الحاجه دي ربنا يبارك له فيها ويكفيه شرها، عشان احنا في الاول وفي الاخر ماشيين على عجلتين، فاهم. ممكن اي زلط اي طوبه تقلب لي خلاص محمود زورو ده بحر، فاهم. فدايما اتمنى لاخوك الخير عشان ربنا يرزقك بالخير اللي احسن منه. انما انت ما تتمنى قصدي لاخوك زوال النعمه وتحقد عليه وتحسده، فهو كده انت هتخسر. لان انت من ربنا مش هيديك، ما انت اكيد مش هتبقى وحش ربنا هيديك، فاهم. حرام اصله يعني انت تتمنى لي زوال النعمه وتتمنى لي الحقد والحسد والحاجه الوحشه وربنا هيكافئك في الاخر. حرام. في حاجه اسمها حسد، في حاجه اسمها غبطه. الغبطه ان انت بتتمنى لاخوك ان ربنا يبارك له في النعمه بس انت عايز زيها، فده عادي دوت حاجه ايجابيه يعني مش حاجه وحشه. انما الحسد ان انت نفسك في حاجه زي دي بس بتتمنى ان انا ما يبقاش معايا زيها، يعني تتمنى زوالها من عندي، فاهم. دي حاجه مرض بقى، فاهم. ده مرض في القلب. مهما ربنا اداك انت مش هترضى، مش هتقول الحمد لله ابدا، ان انت قلبك
سواد، فاهم؟ انت مش انت يعني يا زمالة، انت حبيبي، انت زمالة. انت قلبي يا زمالة. بس ايه، اعمل سبسكرايب ماشي عشان لحد دلوقتي ما عملتش سبسكرايب، واعمل لايك للفيديو، واشترك في القناة عشان خاطر ربنا، عشان احنا عايزين نكملوا 1000 مشترك دولت ماشي. وزي ما قلت لك كده، فاهم؟ يعني انت اتعود او لما تلاقي حد مش فاهم عرفه ان هو يقول ما شاء الله على الحاجه اللي تعجبه، عشان خاطر ايه؟ غيره ده ما يتاذاش، فاهم؟ دي برضه في الاخر ترجع للرضا. يعني انت لما بتبقى راضي عن حالك ودايما بتقول الحمد لله، ربنا بيديك وبيرضيك اكتر. يعني انا دلوقتي مثلا الفرده اللي ورا عندي اتقطعت نصين، هلبس فرده جديده بحوالي 700 800 جنيه. فانا لو قلت ليه يا رب وبتاع وانا لسه شاري المكنه والحكايه والروايه، هتعب نفسيا. ولما الاقي حد معاه مكنه يعني نضيفه او اصح مني، هنحقد عليه. ده ليه؟ عشان انا مش راضي بحالي ومش راضي باللي ربنا كتبه لي دوت، فاهم؟ بس ايه، انا عايز امشي على الصراطيع عشان انا بس لما انا اقول الحمد لله وارضى باللي ربنا كتبه لي، ساعتها ربنا هيراضيني وهيخليني ما ابصش لغيري. وحتى لو بصيت لغيري اتمنى له ان ربنا ايه، يبارك له في نعمته ديت ويحفظه يعني، فاهم؟ فده الفرق. فدايما يا زمان احاول دايما ايه، تقول ما شاء الله، وتقول ربنا يبارك لي في المكنه ديت ويكفيني شرها ويكفيني شر طريقي، عشان انا ماشي على عجلتين، وعشان انا لو حصل لي حاجه محدش هيعمل لكم فيديوهات تاني يا جدعان. محدش هيعمل لكم فيديوهات جامده زي كده تاني. المهم كنت عايز اقول لكم ايه حاجه كمان. مش معنى مثلا ان محمود سولو دوت جايب مكنه او ربنا مثلا كرمه شويه واشترى مكنه حلوه ان هو كده رايق، او ان هو كده ما شاء الله الحاله مرتاحه والكلام ده كله. لا، مش كده خالص. هو انت ممكن تكون انت صاحبي مثلا مقضيها مع اصحابك، او بتخرج، او في حاجات بتعملها في حياتك مش مستغني عن، يعني في حاجات انت مش مستغني عنها، انا مستغني عنها. فبضحي بحاجات عشان اشتغل مثلا مرسول او خلافه، عشان اعرف اجيب فلوس عشان اشتري مكنه زي دي، فاهم؟ فما تحسبهاش بقى لو معاه فلوس او لا، هي تضحيات. انت لو عايز تشتري مكنه زي دي او عايز تعمل اي حاجه في حياتك او عايز توصل لحاجه معينه في حياتك هتوصل لها، بس لازم يبقى في شويه تضحيات. التضحيات بقى في الوقت، ان انت تقعدش مع اصحابك، ان انت تضحي بخروج بقى، تضحي كده، فاهم؟ برضه من الحاجات اللي حصلت حوار البطاريه ده، ان كل شويه البطاريه تنام بسبب الاسبوع اللي انا كنت تعبان فيه دوت بعد ما اشتريتها. فالبطاريه راحت في داهيه. هي اصلا البطاريه كانت رايحه في داهيه وانا شاريها، فانا مالي. بس كده ده كان الفلوج بتاع النهارده، فلوج سريع كده، انا رايح مشوار. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو واستمتعتوا بالمكنه الجديده والجري بتاعها. ان شاء الله هنعمل لكم فيديوهات اكتر من كده وحلقات كتير بقى ومغامرات وحاجات كتير. فما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايكه وتكتبوا لكم في الكومنتات. ولو عندكم اي استفسار تقدروا تبعتوا لي على الانستجرام او خلافه. انتوا عارفين طبعا ان انا كده اي حد بيبعت لي على الانستجرام او بيطلب مني اي استفسار برد عليه طالما انا متاح في ساعتها. واللي شايف غير كده او شايف ان انا ما بعملش كده يقول لي تحت في الكومنتات، قول لي انت كذاب، بس عشان انا برد على كله يعني الحمد لله.
مني وبس. ده كان الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم محمود سولو، السلام عليكم.